برج الحمل. هتكلم عن مرحلة هتكون مستعد أو بتستعد عشان توري البعض الوش الخشب. الوش الخشب يعني الوش اللي ما شافوهوش قبل كده. الوش الخشب يعني تصرفات تانية وردود فعل أخرى ما يشوفوهاش قبل كده. هتكلم عن مرحلة يحدث فيها تغييرات للأفضل، وتمسك طريق جديد أو أمل جديد، ومرحلة ستكون الأكثر إثارة للجدل. فالغضب الكامن لديك سوف يظهر بعمل، بإنجاز، بقرار حاسم، وستكون أنت الأكثر حظا بالنسبة لقراراتك. والبعض من الممكن أن يكتشف أنه كان مهمل في حق نفسه. خلال الفترة هتظهر قدراتك الحقيقية، وستكون أكثر حظا في جني المكاسب. هتكلم معاكم بالتفصيل عن تلك المرحلة، لكن تنويه بسيط. الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحة واللي لسه داخله على القناة جديد، في زرار اسمه اشتراك او سبسكرايب على حسب ما بيظهر لك، دوست عليهم بقيت مشترك معانا في القناة. طبعا عتابي لحبايبي برج الحمل اللي بتتفرج علينا وما بتشتركش. انا مش بتكلم عن الناس اللي داخله علينا اول مره، ممكن ما بتقتنعش، لكن انا بتكلم عن الناس اللي بتتابعنا دايما وما فيش اشتراك. يعني انا مش عارف ايه السبب. اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد لو انت حابب تشوفنا تاني. يعني اللي عايز قراءه خاصه بعمل القراءه مكالمه مباشره ساعه 2 3، بكشف لك كل شيء في حياتك وبعرفك طريقه خلال السنوات القادمه، السنوات الاكثر حظا كل حظا كل شيء. اللي عايز قراءه يتواصل على رقم الواتس كاتبه على الشاشه وكاتبه على عنوان الحلقه، ونبدا في حلقه مميزه جدا لحبايبي برج الحمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الحمل، الفترة من 25 لنهاية شهر يوليو 2023. ايه الحكاية؟ الحكاية ان انت بتمر بمرحلة بتستعد كده لتغيير الوجه قصاد البعض او طريقتك مع البعض. القمر في بيتك الثامن 25 لغاية يوم 27، ودي فترة حساسة شوية. ينتقل القمر إلى بيت بالنسبة لك راحة كثيرة جدا وانفراجة، البيت التاسع برج القوس يوم 28 29 و30. ثم بعد ذلك ينتقل القمر إلى بيتك العاشر. هتعرف الناس السكة والناس اللي تتعاشر. طيب ناخدها من البداية كده خطوة خطوة. القمر في برج العقرب أو البيت الثامن بالنسبة لكم. وجود القمر في هذا البيت بالنسبة لكم حبايبي برج الحمل هي فترة تبحث عن المخرج، تبحث عن البديل، تفكر في التغيير، وأيضا هتظهر بشخصية مختلفة شوية. البعض من الممكن أن يكون أو ينظر لك أنك قسوت عليه أو اتغيرت أو انقلبت. أنت مش انقلبت، أنت خلال الفترة طاقتك هتبقى جدية شوية. فلما الطاقة بتبقى جد، لما إنسان بيتعامل بطريقة جدية، اللي فيه عشم بينك وبينه بيبدأ يشعر انك بقيت معاه وحش. هو الفكرة ان انت نفسيتك مش قابلة انك تكون في الامور الطبيعية اللي اعتادوا بيك عليها. علشان كده في وش خشب هيبقى موجود، والناس هتشوفك متغير على الاقل اول 3 ايام من المرحلة، و25 ل 27. خلال الفترة هتبحث عن ان تصل الى تفاهمات كثيرة، تفاهمات تهدي الاوضاع لو في مشاكل. مش عايز مشاكل، يعني انت خلال فتره عايز تمشي امورك، تسير امورك. وايضا هتحاول بقدر الامكان انك تبتعد عن كل من هو مش في مصلحتك انك تكمل معه، او من لا يتناسب مع المرحله، او انت يأست من العلاقه معه. يعني هي في مرحله كده بتنهي فيها بعض العلاقات السيئه في حياتك. خلال الفتره يحدث لكم حظوظ بالنسبة للعمل الخاص. يعني كل من هو يشتغل بعمل خاص بعيد عن الحاقدين او في التجارة او كده، عندك الحظ اكبر. فترة فيها حظوظ، خاصة اللي بيشتغلوا بمهن فيها مهارة منك. يعني فترة هامة جدا لنا. خلال الفترة زي ما قلت كده هتبقى وش خشب للبعض. القمر ينتقل الى برج القوس، وهنا ننتقل الى السعادة، وفترة من افضل الفترات بالنسبه لك. انتقال القمر الى برج القوس يجعلك تعيد نظرتك في كثير من الامور، وتبدا في
هنقول انهاء حده التعامل منك مع الاخرين. يعني اللي كانوا شايفينه منك هتبدا تتبدل، هتبدا تكون نوعا ما في مرونه عندك. حته المرونه دي هتكون مفتقدها من 25 ل 27، لكن من 28 ل 30 هيبقى عندك المرونه اكتر، هيبقى عندك الحظ الدنيا هتبتسم لك اكتر، في حظوظ لامور ما. ينتظر خبر يعدل المود العام بتاعك، فتره حلوه جدا. ايضا خلال المرحله هيكون عندك نقطة السعي إلى معرفة ما يدور حولك والحقائق، وأيضا لتعلم جديد. يعني فترة ستكون عندك الطاقة إنك تبحث، تتعلم، تعرف، تاخد خبرة. خلال الفترة يحدث أيضا بدء شراكات أو بدء علاقات رائعة تناسب أفكارك. تعويض مالي من الممكن أن يحدث، من أفضل الفترات بالنسبه لك، لان القمر في بيت التاسع ده بيت الرزق الكبير بامر الله. يعني بيت الانفراجه، بيت بيطل عليكم بالراحه النفسيه، بالتعويض المالي، تعويض في العلاقات. مرحله هدوء واطمئنان نفسي ومصالحات وعوده لعلاقات. يعني هي فتره ايضا تشهد على مصالحات وعوده لعلاقات كانت قد ساءت الامور بينك وبينها. فتره حلوه جدا وهامه جدا للكثيرين. انتقال القمر اخيرا وفي الاخير الى برج الجدي، بيتك العاشر. هتعرف الناس السكه والناس اللي تتعاشر. فتره يحدث فيها التغييرات المفاجئه، وايضا يحدث فيها الفرص المفاجئه. يعني الفتره هتكونوا صائدين للفرص وبشره خير، لكن عليكم الاختيار الصحيح حتى لا تقعوا في فخ. عشان كده من الممكن ان يحدث لديكم اختيارات، يعني مثلا علاقات، صداقات، فرص عمل. لو حدث معك وتوفر ذلك اختار بعناية، لان الفترة سلاح ذو حدين الاختيار فيها. هتلاقي ممكن عروض المغرية. ايضا خلال الفترة هتصل لنقطة هدف ما كنت تريد تحقيقه، من الممكن ان يتحقق. الوصول لامر ما، الوصول لشخص، بداية تعديل عقد ما كنت، عقد عمل مثلا كنت تبحث وراءه. ايضا في مواجهة بسيطة من الممكن ان تحدث. مشاعرك، مواجهة مشاعرك وظهور مشاعرك الحقيقية مع الشريك، ودي مواجهة مع شريك الحياة. يعني من الممكن ان تكون في كده مواجهة مع شريك الحياة خلال الفترة، لذلك نلتزم الهدوء خاصة مع شريك الحياة، المتزوجين خاصة. يعني هعيد تاني التنويه. الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحه ولسه داخل على قناه جديد، في زر اسمه اشتراك او سبسكرايب على حسب ما يظهر لك، وفعلت الجرس خلاص بقيت مشترك معانا في القناه. اللي عايز قراءه خاصه بعمل قراءه مكالمه مباشره ساعه 2 3، بكشف لك كل شيء في حياتك وبعرفك طريقك خلال السنوات القادمه، السنوات الاكثر حظا لك حظا كل شيء. اللي عايز قراءه يتواصل على رقم الواتس. يا رب كده حبايبي برج الحمل جميع الابراج تكون بامن وامان. السلام عليكم.